جماعة عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي بعد ما مر على رمضان طبعا 21 يوم ومرت حلقات كتيرة من مسلسل جعفر العمدة، حابب اتكلم فيه معاكم واقول لكم رأيي الشخصي سواء هو حلو ولا لا. هل هو كويس يعني كمسلسل؟ هل هو حلو ولا وقع في فخ المط والملل اللي بيحصل في كل مسلسلات رمضان اللي بتبقى 30 حلقة؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي في الحلقة. بس قبل ما اقول لكم، قبل ما نعرف، قبل اي حاجة لازم نعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وفولو على تيك توك. ويلا بينا بقى نعرف ايه هو رأيي في مسلسل جعفر العمدة. نبتدي دلوقتي ونتكلم عن المسلسل بشكل عام. المسلسل ده من بطولة طبعا محمد رمضان، وقلنا كل الكاست اللي معاه. بس دلوقتي المسلسل كان بادئ بداية كويسة، مش وحشة، بطيئة شويتين، مش بطيئة مملة، بس يعني واخد راحته في الأحداث لأن هو 30 حلقة. لحد ما شفنا منذر يحيى خرج شخصيته، يعني خرجت من السجن وابتدت تتعامل وابتدى يحصل تويستات بقى وحاجات، وكل حلقة لو تلاحظوا بتقفل على كليف هانجر. وواحد يجي يسألني طب يعني ايه كليف هانجر ده؟ هقول لك بص، كليف هانجر ده اللي هو بتقفل على حدث يخليك متشوق يعني للحلقة اللي بعديها. فده كان موجود في مسلسل جعفر العمدة كل حلقة يعني. المهم ان احنا بنتكلم على مستوى عالي جدا من المسلسلات. جعفر العمدة بالنسبة لي من احسن المسلسلات اللي انا بشوفها السنة دي الصراحة، ولكذا سبب. ابرزها مثلا ان المسلسل ده من تأليف واخراج محمد سامي، ومحمد سامي ده مخرج جامد، يعني مش مخرج بسيط. كل مسلسلاته عملها من ساعة ادم لحد النهاردة كلها بتبقى ناجحة، كلها بتعلم، كلها يعني الناس بتفتكرها. الحاجة بسيطة جدا اللي هو بيبقى عارف الناس عايزة تتفرج على ايه، الناس عايزة تشوف ايه، الناس يعني ايه رأيهم في المسلسل. عموما انا كل الشخصيات عجباني، يعني محمد رمضان شخصيته حلوة وكل حاجة واداؤه حلو. احمد فهيم يعني تقريبا دي من خلطات محمد سامي، اللي هو بيخلي شخصية زي ما خلى احمد زاهر كده في البرنس، ان شخصية بتبقى بارزة قوي، ممكن تغطي كمان، مش تغطي على البطل بس بتبقى بارزة كده والناس تبقى فاكراها. هو شخصية احمد فهيم كده وبيمثلها حلو الصراحة. هالة صدقي مثلا عاملة دور حلو جدا. عندك الطقم كله الستات اللي مجوزهم جعفر، اللي هم ايمان العاصي ومي كساب وزينة منى فضالي. الاربعه دول كلهم عاملين ادوار حلوه جدا ولذيذه، وكل حد فيهم ماسك كاركتر، مش مجرد اللي هو بيطلع لك واحده دمها خفيف بس ايه ليها في الاعمال وكده، واحده غنيه وكلاس ويعني مستبيعه قوي موضوع السيده. واحده تانية اخواتها كلهم مجرمين، وبيحصل طبعا شويه مفاجآت في موضوع المجرمين ده، مش عايز بس اوضح اكتر من كده. واحده رابعه فقيرة وعلى نياتها خالص، وابنها تايه منها من 19 سنة، ودي بلوت حلوة يعني. هي بلوت حلوة. واحد انا قلت لكم في شورت يعني اللي فات لما اتكلمت عن جعفر العمدة، ان لو هم خلوا ابنه احمد داش تبقى حاجة يعني مش حلوة، يعني تبقى حاجة يعني مش لذيذة. بس هم عموما احنا الموضوع مش موضوع مين ابن جعفر، الموضوع مين اللي خطفه، مين يعني غير اللي خطفه، مين كان ورا او اللي حرض على الموضوع ده. ففي كذا بلوت في الموضوع، في كذا قصه، انت مش معاك قصه بس مين خطف ابن جعفر او لا، انت بتشوف كذا حاجه وكذا موضوع، ودي ميزه الصراحه. الشخصيات كلها واخده حقها، مفيش حد احسن من حد من وجهه نظري. في شخصيات بارزه، في شخصيات واخده حقها وبزياده، وفي شخصيات واخده حق، يعني شخصيه محمد رمضان واخده حقها وكل حاجه، بس انا عاجبني ان هو واخد خطوه لورا عشان ينور بقيه الشخصيات الموجوده حواليه، الناس الادوار الثانويه والادوار التانية وكل الادوار موجودين منورين. ممثل احمد عبد الله اللي عامل دور كارم، لا راجل عامل دور حلو جدا. منذر يحيى حلو الى حد ما، يعني هو صراحه انا مش شايف منذر يحيى خرج من شخصيه خطوط حمراء من ساعه ما عمل المسلسل مع احمد السقا. بس عموما انا شايف ان المسلسل حلو، عجبني جدا لحد دلوقتي. اللي جاي طبعا لسه فاضل 9 حلقات، وطبعا نهايه الحلقه ال21 اللي هو بلال شامه قدام جعفر العمدة، وهنشوف طبعا الحلقه الجايه اللي هيحصل وكده. كانت نهايه جامده، وكل حلقه بجد بتبقى حلوه جدا. المسلسل ده مسلي جدا، ممتع جدا، مسلسل رمضاني حلو ممتع.
يعني انا من وجهة نظري شايفه مسلسل حلو قوي الصراحة. يمكن هو اي نعم حلو وممتع وكل حاجة وناجح، بس هل هو احسن من البرنس؟ يعني انا عجبني البرنس اكتر، اغاني البرنس كانت احلى، الموسيقى التصويرية كانت افضل، الممثلين كانوا اقوى بكتير. بس في جعفر العمدة الموضوع ده موجود برضه، لكن بنسبة اقل شوية. بس عموما اوفرول انا عجبني المسلسل وهفضل متابعه لحد الاخر، واهم من كده اعرف ايه هو رأيكم انتوا في المسلسل ده. وبس ده كل عندي بخصوص موضوع جعفر العمدة. اتمنى تقولوا لي ايه رأيكم في المسلسل، وسواء هو عجبكم ولا لا نتناقش مع بعض يعني. ولو عجبتكم الحلقة يا ريت تعملوا لايك وشير سبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج وعلى الفيسبوك بيج، جميل، فولو على تيك توك. باي باي.